السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على رسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده إن شاء الله هنعمل الكشري التحفة، الكشري المصري، بمناسبة إن اللحمة غليت والفراخ غليت. يلا نعمل لولادنا أكلة حلوة جدا بيحبوها وبقت غالية جدا جدا. دلوقتي في السوق الطبق وصل ل 35 جنيه و40 جنيه. لا ده احنا هنعمل بال 35 جنيه 5 6 أطباق كده حلوين. أول حاجة بصلتين حلوين كده وقطعتهم جوليان أو شرايح كده، وبس أهم حاجة عفّريهم بمعلقتين دقيق، وحطي شوية زيت ذرة أو زيت عباد شمس، وكتّري شوية في الزيت لإن الزيت ده البطل بتاعنا اللي هنعمل بيه كل الكشري الجميل بتاعنا. حطيت كده شوية الزيت وحطيت عليهم مكعب زبدة، وجبت كوباية من الشعرية، وفي الفترة ديّة أنا كنت ناقعة العدس مع الرز في مَيّة سخنة علشان ما ازوّدش أي مَيّة. مقدار المَيّة اللي أنا هاعمله هو مقدار الرز والعدس والشعرية، مش هيبقى فيه أي زيادة لإنه نقعته في مَيّة سخنة. الحبّاية مش هتحتاج لمَيّة، ده عشان يطلع مفلفل معاكِ. هنحط مقدار المَيّة هي نفس مقدار الحاجات اللي أنتِ هتستخدميها اللي هي الشعرية والرز والعدس بجبة. وفي الحلة اللي وراها باسلق مكرونة، باحط فيها شوية زيت وشوية كمون وشوية ملح، وباسلق المكرونة بتاعتي، شوية كده مكرونة سباجيتي على مكرونة عقل صغيرة، ويالّا بينا نسلقهم. قلّبت كده العدس بتاعي مع الرز مع الشعرية مع مكعب مرقة مع معلقة ملح مع رشة ملح مع رشة فلفل ومعلقة صغيرة من الكمون. وطّي بقى على كل الكلام ده لإنه غلا، وبعد كده هيستوى، يعتبر كده العدس خلص معايا. وبعدين هاحتاج برضه شوية من الزيت اللي أنا استخدمته للبصل. هاعمل بيه إيه غير المكرونة وغير الرز والعدس اللي أنتم شايفينه ده، هنعمل بيه أحلى دقة وأحلى آآ صلصة بتاعة كشري. زي ما أنتم شايفين نفس الحاجة اللي أنا استخدمتها، معلقة كبيرة كده من التوم على شوية الزيت الباقيين من البصل، وقلّبي كويس أوي، أوي، أوي لحد ما البصلة تغيّر لونها. تكوني معصرة طماطم في الخلاط، صفّي الطماطم حلوة أوي، أوي، ونزّليها على التوم ده. وبعدين تجيبي ربع كوباية من الخل، معلقة من الكمون صغيرة، معلقة من الكزبرة الناشفة صغيرة، معلقة صغيرة من الملح، وكمان شوية من الشطة علشان خاطر تدّيها الspicy الجميل اللي إحنا بناكله برّه. تقدري تخفّفي الشطة لو أنتِ عندِك ولاد صغيرة. وكمان محتاجين معلقة صغيرة من الباربيكيا. وخلاص كده الصلصة بتاعتي هاسيبها تتسبك، وعلشان خاطر هتدّيني أحلى دقة. اركني بقى يا جميل الكلام ده كله مع بعض بعد ما تقلّبيه كويس جدًا علشان البهارات بتاعته تندمج مع بعضها، وهاتي شوية زيت من المتبقيين منِّك علشان خاطر تعملي الدقة. بُصّوا كده، ده الرز بتاعي اللي العدس بالشعرية. بُصّوا ما شاء الله اللهم بارك، بُصّوا مفلفل وجميل ولونه تحفة ومستوي وكل حاجة. ده كده قبل ما نحط بقى عليه الباقي. زي ما قُلت لكم معلقة من الزيت برضه هو، حطينا عليها معلقة من التوم، ربع معلقة من ربع كوباية من الخل، كوباية من المَيّة، ورُشّي عليها شوية كمون، شوية ملح صغيرين، شوية شطة، وبقى عندِك أحلى دقة. كده كُلّه جاهز معايا، وسلقت الحمص في شوية مَيّة بكمون بملح، وده النتيجة. وبألف هنا وشفا. باتمنى وصفتي تكون عجبتكم، متنسونيش لايك وشير.